في يوم من الأيام كان في بلد جميلة اسمها أرض الخيرات. سكان البلد كانوا بيعيشوا حياة بسيطة جدا. كانوا بيعتمدوا على زراعتهم وصناعتهم المحلية، والعملة اللي كانوا بيتعاملوا بيها كان اسمها الجنيه الذهبي، وكان كل الناس بتثق فيها. بس مع مرور الوقت بدأت المشاكل تظهر. الحكومة قررت تستورد كل حاجة من بره، ونسيت تشجع الصناعة المحلية. التجار بدأوا يطمعوا يخزنوا السلع لرفع الأسعار. الحكومة طبعت فلوس أكتر من اللازم عشان تغطي ديونها. ومع كل ده الجنيه بدأ يفقد قيمته. الناس ما بقتش تقدر تشتري زي الأول. الأسعار بقت نار والشكاوي زادت، لحد ما في يوم من الأيام قرر التجار يقولوا إحنا مش هنبيع غير بالدولار، كده هنضمن إن فلوسنا ما تخسرش قيمتها. الفكرة عجبت باقي الناس وبدأوا يخزنوا الدولار ويتعاملوا بيه بدل عملاتهم الأصلية. بعد فترة الدولار بقى هو سيد الموقف. الحكومة حاولت تتدخل لكن الموضوع خرج عن السيطرة. اللي معاه دولار بقى أغنى واللي بيعتمد على الجنيه بقى فقير. بدأت الحكومة تفكر في شوية حلول. أول حاجة، هل تلغي الجنيه تماما وتعتمد على الدولار، ولا تحاول تنقذ الجنيه وتقوي الاقتصاد؟ في نهاية الأزمة ديت علمت أهل أرض الخيرات دروس مهمة. الإنتاج المحلي هو العمود الفقري لأي اقتصاد. الثقة في العملة المحلية لازم تبدأ من سياسات حكومية شفافة، والاستثمار في أصول حقيقية زي الزراعة والصناعة أفضل من تخزين العملة. أنا كنت حابب أشرح القصة ديت عشان أعلمك شوية مصطلحات اقتصادية. أول مصطلح هو الدولارة. هي لما يبدأ الناس في بلد معينة بيستخدموا عملة أجنبية زي الدولار بدل عملتهم المحلية في المعاملات اليومية بسبب فقدان الثقة في العملة المحلية. تاني حاجة التضخم، هو ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات مع مرور الوقت بيؤدي لانخفاض قيمة العملة. تالت حاجة تعويم العملة. هي سياسة اقتصادية بتسمح للعملة المحلية إنها تحدد قيمتها بناء على العرض والطلب في السوق بدون تدخل الحكومة. رابع مصطلح اللي هي السياسة النقدية. هي الإجراءات اللي بتاخدها الحكومة أو البنك المركزي عشان يتحكموا في كمية الفلوس المتاحة في السوق وأسعار الفايدة. في النهاية الدولارة مش نهاية العالم، لكن هي مؤشر على مشاكل كبيرة لازم تتحل. الحل الحقيقي لأي اقتصاد هو الإنتاج والاعتماد على النفس والثقة في عملتنا. لو كنت مكان سكان أهل الخيرات كنت هتعمل إيه؟ قولولنا في التعليقات.